ليش؟ عندي احساس، داحس، مداحس، وانا شنو؟ واحنا كشعب شنو؟ احنا عمي خليناكم بهاي الاماكن وبهاي المناصب، المفروض تكونون قد المسؤوليه. مو قد المسؤوليه اطلعوا، مو قد المسؤوليه قول احنا ما ندبرها، مو قد المسؤوليه قولوا احنا هاي مو شغلتنا. احنا شنو السالفه؟ شنو سالفتكم بويا؟ شو جيتوها ويانا حكي 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 من 2003 لحد الان، وانت نفسكم من 2003 لحد الان. محمد الربيعي كم مره صار عضو مجلس محافظه؟ محمد الربيعي كم مره هو مسؤول؟ والكراده هاي كم مره انتكست الكراده؟ ايش سويتوا لها؟ محمد الربيعي نحكي وياه قائد عمليات خوش ادمي، ماشي على عيننا وراسنا، احنا ما قايلين لك عليه مو زين، بس انطيني فعل اخي. نحكي وياه يقول لك انا احكي ويا القاده الامنيين، حوكمه بغداد، شنو حوكمه بغداد؟ وينها؟ انا اريد تسولفون؟ احنا نريد تفعلون؟ كاميرات المركزيه وين؟ الاستخبارات وين؟ ليش بيوتكم محميه؟ ليش اماكنكم ومناطقكم محميه؟ ليش كل واحد من عندكم ساد دربونه وسادها منانا ومأمن نفسه وعائلته؟ وهذول الناس شنو؟ يروحون ضحيه هيك فدوه؟ ترى ما راح يسكتون هوايه، ترى الناس ما تسكت، من مره من مرتين. خلينا نسمع بعد ايش قال. نجيب ونحط بهذا الكونكريت بالشوارع، نجيب بهاي السيطرات. ها لا والله غلط، خليها بذاك المكان. هاي السيطره 6 مليون دينار صرفنا عليها، ذيك السيطره 12 مليون دينار، ذيك السيطره 14 مليون دينار. وهكذا الفلوس تبعثرت. إدارة وسياسة بغداد الأمنية تحتاج إلى تغيير، إدارة وسياسات بغداد الأمنية تحتاج إلى تطوير. هاي الفلوس تبعثرت. إدارة بغداد تحتاج إلى تطوير، أمن بغداد يحتاج إلى تطوير. شنو؟ سيطرة تصرفون عليها 12 مليون، تخلوها شهر تنقلوها ثاني يوم لغير مكان، تصرفون عليها 12 مليون، ليش؟ هن سقيفتين. هو انت شو مسوي له للجندي اللي واقف بالسيطرة؟ هن سقيفتين. زين، سؤال، حكيتوا 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 وبعدين هسه وين الحل؟ احد يعطينا حل، احد يفهمنا شنو السالفه، احد يقول لنا ايش دا يصير. قضيتوها علينا حكي من 2003 لحد الان. وصلت للمرجعيه تقول يابا اذا اكو اثنين متخاصمين خلي يلجؤون للمرجعيه. يعني انتم شنو؟ ما لكم دور، بعد ما حد يثق بيكم، لا شعب دا يثق بيكم وباصلاحاتكم، ولا مرجعيه دا تثق بيكم وباصلاحاتكم، ولا احنا عندنا ثقه باللي دا يصير، لا عندنا ثقه اليوم بامن. اليوم احنا ما عندنا ثقه نفتح باب لقوه امنيه تدخل علي تدق الباب بالليل وتقول يابا عندي تفتيش، ما عندي ثقه افتح لهم الباب. ليش؟ لانه الارهابيين دا يلبسون عسكري ويطبون على البيوت. كم حادثة إرهابية صارت؟ هذا من دا يحكي محمد الربيعي ويا مشرق الأسدي ببرنامج حوار خاص، دا يحكي عن حادثة فندق بابل اللي العام صارت، واللي هي صارت بنص الكرادة. ويقول محمد الربيعي اللي ما لحقنا نطلع لكم يا لان انتهى الوقت، ما لحقنا نطلع الفقرة هذه. محمد الربيعي يقول احنا تفاجئنا فجروا الساعة ب 12 بالليل. لا يابا يدقوا لك مسكول، اتفاجئت. ما يصير، ما يصير عمي، ما يصير. خلوا بروسكم عقل واحموا بغداد. هسه المحافظات اكو محافظ مسؤول عنها، اكو مجلس محافظه، بس بغداد هاي العاصمه. حتى بالمنطقه الخضراء طبوا لكم، لو نسيتوا مو فجروا باب مجلس النواب؟ وين تريدون بعد يطبوا لكم؟ واحنا شلون؟ احنا اليوم مناطقنا كلها صبات، حتى داخل الفروع اكو صبات، وما محققين الامن. شو تسوون بعد؟ الصبات وين تريدون تحطوهن؟ وين؟ باب بالحوش؟ مو من زمان. زين اجهزه السونار وين؟ جهاز الاي تي هذا وينه؟ ايش دا يصير بينا؟ انتم المسؤولين كلكم، قاده امنيين ورئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحه، وزير الداخليه، وزير الدفاع، وكل
مراتبكم وكل ضباطكم مسؤولين عن أي انفجار وأي خرق أمني يصير ببغداد. ولا تعتقدون أنه هذول الإرهابيين اللي بكيفهم يفجرون وبأي وقت يريدون ينطوكم يدقوا لكم تليفون لو يسووا لكم مسكول حتى يفجرون. انتظرونا بسوالف جديدة. برنامجكم شنو السالفة كان وياكم بالتقديم قحطان عدنان، وشارك في الإعداد مشرق الأسدي، وفي الإخراج عصام الياسري. لا حد يزعل علينا، هذا الحق، واللي يزعل خليه يزعل، احنا ما نجامل احد. في مال الله.